تقول ما رأيك بالمسيحية؟ للصراحة للأمانة محبة وإيمان وتسامح. أنا أكثر من جلد وانتقد على وجه الأرض في العالم العربي وربما في الكرة الأرضية. أنا إذا نملة تتأخر ما تتبول أقولها تأخرتي 5 دقائق ما تبولتي ليش زين، ولكن لم أجد شيئا على المسيحية. في شيء ما يمنعني من انتقاد المسيحية، لا أستطيع. لماذا؟ لأني نبشت دورت فتشت لم أجد أي خلل ولا أي زلل ولا أي شيء في المسيحية يسيء للإنسان. في القرن 21 الآن لا يوجد. حاولت متقصدا، شوف تقصدتهم، قلت بدي شيء ينتقده يا أخي، بدنا شيء نطقطق عليه نسخر منه كذا، لم أجد. لم أجد إلا كل ما يخدم الإنسان، نصوص تخدم الإنسان والإنسانية كلها على اختلاف الأديان في العالم. انتبه، هذه التعاليم جميلة رائعة. المسيحية عجزتني. هذا المبدأ وهذا الإنجيل الموجود فيه أنا شفت كله قرأته كله على فكرة زين، لم أجد ثغرة واحدة لم تعجبني أبدا، ولا فقرة ولا كلمة ولا حرف. لما انتقلت للأديان الأخرى كل حرف فيها يهين الإنسان، من المرأة للطفل للرجل للمجتمع، وربما ليس فقط يهين إهانة، وربما يلغي حياته أيضا. طبعا نصوص تخيل مقدس في الأديان الأخرى. أما في المسيحية هي في خدمة الإنسان، نصوص في خدمة الإنسان، بشر سويين نعيش بينهم، بالعكس يحبونك، كنت ملحد كنت لا ديني كنت هندوسي كنت من ديانة أخرى يحبونك. هذه نقطة تحسب للمسيحية في القرن 21 وسجلها علي، فليشهد التاريخ أنني أكبر من انتقد وأكبر ناقد وأكبر واحد يريد أن ينتقد الشيء الأعوج، لكن نبشت وتقصدت في المسيحية أن أجد شيئا عواج كذا ولا كذا، لم أجد أبدا. محبة إيمان تسامح، يحبونك مهما كان لونك وشكلك وجنسيتك وديانتك. هذا الشيء لو لم يكن موجودا يجب أن نخترعه، وهذه نقطة تحسب للمسيحية. واستفيدوا يا أديان أخرى واسمعوا وافهموا.